صباح الخير. صباح الناس اللي صاحين الساعة 6 الصباح عشان موعد الشعر. تخيلوا يا جماعة اليوم صحيت الساعة 6، لا مو 6، 6 ونص الصباح، ولبست وطلعت من البيت الساعة 7 و10 دقايق، والحين الساعة 8 ونص. الله لا يوريكم الزحمة اللي علقت فيها. تخيلوا عشان أوصل الصالون قعدت ساعة ونص في الطريق. تخيلوا ندمت ندم إني طلعت الصباح بدري. بس هيكون في لون جديد انا وياها لانه نطول. تعرفوا لما نشيل الاكستنشن مره نطول، يعني نقعد 12 ساعه حرفيا. اليوم اتوقع اني حخلص اخر الليل. عربني شوفوا كيف صاحي من 6 ونص الصباح. اتوقع حنخلص الساعه 12 يمكن. ليش؟ لاني حطلع الان عندها انزل اكستنشن، بعدين حروح اسوي بيبي كريم، بعدين حنصبغ، بعدين حرجع اركب الاكستنشن. فتخيلوا هذا كل الوقت كم، يعني قصدي كله هذا كم حياخد وقت. ف متحمسة للتغيير. المهم يلا تقول انه تأخرنا. في بالي اني اسوي لوك جديد، وسنابات اليوم ما حتنزل، فحتنزل بكرة، عشان كذا هو ما حيشوف ولا شيء من السناب، فمن جد حتكون له مفاجأة ان شاء الله. المهم فاليوم حيكون يوم التغيير. اليوم حنسوي نيو لوك جديد. عبد الرحمن طبعا لسه ما يدري، انه هو عارف اني حروح اسوي اكستنشن كذا، بس ما يدري اني انا مفاجأة مو مفاجأة. لحد الان لسه ما اعرف ايش اللون، بس اتوقع اني حفتح. ادري انه الحين شتاء والناس قاعده تغمق وترجع لون شعرها الطبيعي ويرجعوا لغوامق، وانا ما ادري كيف ابغى افتح، ما ادري. بس حاليا عاجبني لون الشعر، يعني كذا تحسوه طبيعي. هذا المموي اوكي. هذا شعر يا جماعه اللي حنسويه. لونه فاتح والله. شعري طلع يمكن لين هنا. هذا شعري الطبيعي لونه، فما ادري والله. وهذا على حمار لانه كان غامق. بدينا بسم الله. طبعا قاعده اقول لها تتذكري اخر مره لما جيتك هي قالت لي انه لازم تاخذ بريك، قالت لي على الاقل اسبوعين تاخذ بريك من تركيب الشعر. قلت لها خلاص المره الجايه لما حنسافر ما ادري، يبغى لي افكر صراحه. بعدين كان فاتح، بعدين حطينا له تونر اسود، بعدين فتح كذا مع الترويج، صار الحين لونه على بني محمر. حلو لونه، بس ما ادري حسيت نخليه. اجيكي حتنزلي لي الشعر وما حركب 3-4 شهور، حقعد اهتم بشعري، وهذا اللي اتفقنا عليه انا وانتو. بس يا جماعه ما بنيت حيله، بغير انه ابغى اجدد صراحه. تعرفوني انا ملوله، برج القوس، احب التغيير، فشويه احب كذا لوك جديد. فحنركب ان شاء الله شعر طويل وحنصبغ. الحين حاطلع عندها اوريكم الاكستنشن اللي زبطت لي اياه. هذا اشتريته صار لي فتره. ف ماي جاد شوفوا الزحمه على الاسانسير. طبعا الان بدينا حنشيل الشعر، بعدين حنروح الصالون لانه هي ما تعرف تصبغ، فحنروح الصالون نصبغ، وحاخذ معي خصله من الشعر لانه اللون عاجبني. حطيته كذا حيبين اكثر. مره حلو لونه، بس شكله مو مره غزير. ما ادري حنشوف. الشعر الاسود، تعرفوني كنت سنين مع الشعر الاسود، يعني حرفيا يمكن 5 سنوات. طول ال5 سنين هذا شعري اسود، وحتى لما يطلع منابت شعر بعدين طفشت منه كذا، طفشت منه بطريقه مو طبيعيه. فما توقعت يجي يوم من الايام، يوم اللي اطفش من الشعري هذه الطبيعيه على طول اشتري صبغه واصبغها عشان يكون كله اسود. فما توقعت يجي يوم اطفش من لون اسود ابدا. بس لحد الان ما اعرف كيف الصبغه حتزبط ولا لا، حنشوف. يعني موضوع الصبعه فينو ناس قصير، يمكن نشوف، نقرر اخر شيء بعدين. والله يعين اليوم جماعه. بتجمع شيء كوفي بوتي بيت. هي كمان طلبت لها ماتشا. ني ماتشا لوتشا ربوتهم ده. خلينا نحط الشنطه. والله دي وزنها مدري كم. كاك ما يبولصي. شوف شعري كيف. وصلنا الصالون، ما في احد غيري انا اتوقع، وحطلع انا اخر واحده كالعاده. دراستي دوبرا اوترا. وصلنا الصالون، ما في احد غيري انا اتوقع، وحطلع انا اخر واحده كالعاده. دراستي دوبرا اوترا. فحاخر راي.
يا اخي انا مستحيل انا تعرفوني لو حبيت شيء خلاص، فعشان كذا حنشيله ونركب اليوم. ايش يهجد الشعر اللي هنا التعبان هذا يهجده، وبعدين حنقص الاطراف وحنصبغ على اساس ايش نخفف اللون بس يعني. يا جماعه شوفوا نوعيه الشعر اللي حنركبها. أوبس. لونه حلو وضارب على رمادي كذا، مره عجبني لونه. شوفوا يمكن نشيل كل الرواسب وكذا، بما انه ما في اكستنشن ننظف الفروه مره كويس. ما في شيء يشد على شعري يعني، هذا لوحده كذا شعور الراحه مره حلو. فما ادري، يمكن اخلي الماتشا ما تخليكم تصحصح يعني، ما ترفع كذا النشاط، لا ترفع بالتساوي يعني، وتنزل النشاط بالتساوي. اما القهوه كذا كيف الشعر حيصير بعد البيبي كريم وبعد القص الاطراف وبعد الصبغه. اذا عجبني ما حركب اكستنشن. انا قلت لها احتمال ما ارجع عندي، قالت لي خلاص قولي لي حنشوف. We don't have same here because this is for me. يا شوفوا اللون اللي اخترناه كذا بينك فاتح مره حلو. قاعدة محتارة، ما أعرف هل أخلي شعري قصير، أخليه يرتاح شوية، ما أركب اكستنشن. فقررنا إيش نسوي، نفتح بس ما أدري كيف. الخطة كانت هي إنه خلاص إنه أشيل الاكستنشن وأقعد وشهر شهرين 3 أريح شعري، أسوي له ماسكات. أوكي يا جماعة، وصلت الصالون والحمد لله إنه الصالون طلع قريب من المكان اللي أسوي في الاكستنشن، يعني حرفياً خطوة نروش الشعر مرة كويس. وكمان إيش حنسوي له اليوم، حنسوي له سكراب على أساس إيش ننظف فروة الرأس. حتى على الأقل إيش لين السفر، يعني لين موعد السفر، إذا مثلا اللي هي آش كذا الدرجة الرمادية. فاللي صار وين الخصلة اختفت؟ دقيقة يا جماعة والله ضاعت الخصلة. ما الحركة اللي يكون كذا الشعر، بس لما يكون في اكستنشن ما أقدر أرفع لهذه الطريقة يعني، فاهمين؟ فما أدري والله كيف. الخطة كانت